السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا خواتاتي في وصفة جديدة اللي هي الفلفلة على الطريقة الوهرانية. هاد لاغوصات تجي بنينة بالبزاف وراني سيرو اللي تجربها غادي تولي وصفة معتمدة عندها. لاغوصات بالدقيق غادي تسيبوها على اليوتيوب. الآن نمروا طريقة التحضير. نحكموا ربع حبة فلفلة نغسلوهم ونسحقوا زوج حبات طوماطيس وزوج فصوص ثوم. الحاجة الأولى نحكموا إنغري نديروا فيها الفلفلة تاعنا ونديروها فوق النار حتى تنشوى لنا باش تعطينا هذاك الجو فيمي. نخلوها حتى تبرد تماما، نقلعوا لها لابو من بعد نقوها بالماء غير من الفوق كيما هكا بلا ما نغطسوها في الماء باسكو الفلفله كي نديروا لها الماء تولي مره. نحلوها نقلعوا لها الزريعه وهذه النتيجه تاع التنقيه تاعها. من بعد نقطعوها شرائح طويله باش تجينا بريزونطابل. نوجدوا المقله تاعنا نديروا فيها الزيت، نخلو حتى الزيت تاعنا يحمى ومن بعد نرابو زوج فصوص تاع الثوم. الثوم تاعنا ما نخلوش حتى ينحرق، غير يدي اون دوغور ومن بعد نزيدوا فوقه الطوماطيس باسكو الا نحرق لنا الفلفله تجينا مره. نخليهم يتقلاو غير شويه ومن بعد نزيدوا كميه تاع الملح، هنا الملح على حساب الذوق. ومن بعد نزيدوا كميه الفلفله اللي كنا قطعناها ونخلوا الفلفله تاعنا طيب على نار تكون متوسطه، ما ديروهاش قليله باش ما تجيكمش الفلفله مره. نخلوها حتى تجمر وتنشف. هذه هي النتيجه النهائيه تاعها، تجي بنينه بالبزاف. اللي بغى التفصيل تاع هذه الوصفه وبلي زاسيس تاعها غادي تسيبها بالتدقيق على اليوتيوب. انا بعد ما نديرها في صحن التقديم ندير غير رشه تاع زيت زيتون. تهلاو في رواحكم. سلام.